بغيتكم تسمعوا معايا هاد القصة، ولكن ماشي بعقلك، قلبك. ثابت رضي الله عنه نزلت بسبابه سورة بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثابت رضي الله عنه كان كيرفع الصوت ديالو بعض المرات مع النبي عليه الصلاة والسلام، كاين نقاش وأخذ وعطاء، وكيكونوا جالسين عمر وأبو بكر رضي الله عنهم كيبقى يقولوا هدا صوتك بدا كيطلع، كيقولوا ما انا صوتي هكذا. والله انا كنحاول من اجل النبي عليه الصلاه والسلام. ومن نزلت هذه الايات سمع ثابت تباورش ورجع كيصلي في المسجد، وكيرجع للمنزل ديالو يصلي ويرجع بحاله، يصلي ويرجع بحاله، حزين وما كيتكلم مع حد وما كيشوف حد، وكيستغفر الله بزاف وكيصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم فقده، ما بقاش كيجلس معاه. النبي عليه الصلاه والسلام ماشي اي واحد كيفقدو كيخلي بلاصتو، يعني ثابت خلى بلاصتو. ثابت كان عظيم معزز على الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد النهار والنبي بعد صلاة من الصلوات دار وقال أبو بكر عمر فين ثابت؟ قالوا الصحابة ها كيشوفوا بعضهم. ثابت صلى ومشى. قال النبي مالو؟ قالوا الصحابة هادشي ماشي غير دابا، هادشي دابا أيام كيصلي وكيمشي، كيصلي كيمشي، في شي حاجة ولكن حنا ما عارفينش. فقال النبي تعال يا فلان، عيط على واحد من الصحابة، قال له مشي وسول ثابت مالو ورجع وقول لي شنو كاين. مشى هاد الصحابي ودق في المنزل ديال ثابت، السلام عليكم. وعليكم السلام. ثابت مالك شنو واقع؟ تبدلتي علينا، ما بقيتيش كتجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه كلشي كيسول عليك. قال له ما سمعتيش الايات اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. قال له ايوه، انت من علاقه عندك وهاد الايات ما نزلتش عليك اصلا؟ قال له أنا في بعض الأحيان أجهر بالصوت أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا كنخاف أن يحبط عملي وأنا لا أشعر. على هادشي كنصلي وكنمشي، أنا هايز الهم. حسنة اللي بنيته المكان اللي عطاها للنبي عليه الصلاة والسلام وعطاها لله كنخاف نخسر بسبب نقاش. خليني نصلي ونرجع للبيت ديالي. وبدا كيبكي. هاد الصحابي رجع عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما خطبه ماله شنو وقع؟ الصحابة كاملين جالسين، أبو بكر عمر عثمان. قال يا رسول الله يقول كذا وكذا، عطاه الأخبار كاملة، وأنك نخاف أن صوتي يرتفع أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أخاف أن يحبط عملي وأنا أحبه. ويبكي. وهنا ابتسم النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة كيتسناو شنو غادي يقول النبي عليه الصلاة والسلام وشنو غادي يقول لهذا الصحابي باش يمشي ويقول لثابت رضي الله عنه، لأن ثابت له أيام ما كيتكلمش مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيصلي وكيمشي، والهم ديالو كلم بها غير الله. صعيبة أنت عايش في الوقت ديال النبي ومن الصحابة ديالو وما تقدرش تهضر معاه. الله إن هم هذا يا ثابت هزيتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إليه وأخبره وقل له ثابت إنك ليس من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. والصحابة كيشوفوا الله لا زهر عنده، خفتي من الذنب وهربتي منه، والله بدل لك الهم ديالك بالجنة عرضها السماوات والأرض. كتخيلوا الموضوع؟ فرح ثابت وخرج كيضحك كيقلب على النبي صلى الله عليه وسلم ودرع النبي صلى الله عليه وسلم وجلس قدامه. والصحابة كيشوفوا محظوظ يا ثابت، والله إنك محظوظ. إذا كملت الفيديو صلي للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بغيتوا شي حلقة خليوا لي في التعاليق. وما تنساش بينك وبين المعلومة مسافة.